دخول طب ما نروح على طول كده. الكابتن احمد سليمان. ابو حميد مساء الخير. ازيك يا مصطفى؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا ابو حميد؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله يا عم انا متطوع حاجه ادخلك نادي الزمالك معايا، ما تقلقش. نادي الزمالك يشرف يا كابتن مصطفى، احنا ناخدك، احنا ندخلك طبعا طبعا، ده بيتنا ونادينا ومحدش يقدر يمنعنا منه. اكيد. احنا بس كنا بنبعد وما بنظهرش فيه عشان خاطر طبعا استقرار، لان في الاداره القائمه على الحالي ما عندهاش ثقه في نفسها، ما عندهاش ثقه في الانتخابات، تقول الحاجه وعكسها والضد. نفسي انا مش هقدر ياخد مني شرط جزائي، انا معلم كبير، وفي الاخر ياخد 3 شهور شرط جزائي، الشهر المقدم وياخد شهر ونص وهو ماشي. يعني حاجات كتير جدا بانت. والنهارده في الانتخابات ما تيجوا النادي ما تجوش النادي، النهارده بتعلق ورا على قف على النادي. فطبعا مظهر سيء انا شفناه ومش مبسوط منه. بتدل على عدم ثقه وضعف. الانتخابات مش خناقه يا كابتن مصطفى. لا طبعا. الانتخابات روح رياضيه، عايزين نظهر للشعب المصري ان الرياضه روح واخلاق. زي ما قلت من شويه، الرئيس السيسي في انتخابات رئاسه في وقت صعب جدا تعرض ما لا تعرضه واحد، والراجل بيدوق جدا، لم يخرج لفظ منه لاحد وما زال. احنا كل يوم كل فض دقيقه في دقيقه، وانا بزعل على الفضيات اللي بتفتح لراجل بيخرج السموم من فمه للناس كلها بوجه السهام، اكن مصر كلها هي نظيفه. النهارده حضرتك انا شفت في مقال في روزا يوسف اول صفحه موضوع عن نادي الزمالك. انا مش مصدق اللي مكتوب في روزا يوسف النهارده. انا طالب اداره نادي الزمالك تطلع ترد ببيان رسمي النهارده اللي مكتوب في روزا يوسف على الاموال اللي دخلت نادي الزمالك بالطريقه اللي بتحكيها روزا يوسف. ده بيندرج، كان راجل قانون، بيندرج تحت غسيل اموال. عارف يعني ايه غسيل اموال؟ طب خليني اشرح للناس يا استاذ احمد. كابتن احمد، استاذ احمد مش راكب عليكم استاذ احمد دي خالص. اتفضل. ابو حميد، خليني اقول اللي مكتوب ايه في روزا يوسف. الحجز على ارصده الزمالك يثير التساؤلات. نمره 1، اين تذهب ملايين الدولارات الخاصه بصفقات بيع واعاره اللاعبين؟ 2، كيف يتم تحويل الاموال من الخارج للداخل ومن العمله الاجنبيه للمصريه؟ هل هناك حسابات بنكيه مجهوله او شخصيه، ومدى قانونيه ذلك؟ هل يوجد وسطاء يقومون بتوصيل الاموال مباشره للابيض ام لا؟ هل يتم وضع الفلوس في خزينه النادي؟ وكيف تتعامل الاداره مع الموقف الراهن؟ دي النهارده الماتشيتات بتاعت روزا يوسف. غير الحشو يا كابتن مصطفى. عشان بس قدامي لم اراه في تاريخ اي نادي. لو ده حصل يا نادي الزمالك يا اداره يا كبيره، يا مستشارين، يا نائب رئيس مجلس دوله، يا امين صندوق دكتور حازم، لو الكلام ده مظبوط ده انا بقول غسيل اموال مباشره. انا بقول انا راجل قانون وانا مسؤول عن كلامي. لو ده موجود فعلا على المكتوب في روزا يوسف ده، وده طبعا جه من اناسيو، ان اناسيو من الصبح انت مش هتاخد فلوس، انت محجوز، والسفاره تيجي، ومنظر سيء جدا لنادي الزمالك. ومش عايز اقول لك، هوريك حقيقه الصحف البرتغاليه كاتبه ايه مع الراجل هناك، ان انا احتجزت في اوضه، وجنرال مش عارف ايه واقف معايا ومش عايزني اروح حتى اخش الحمام. كلام موجود كله في الصحف. الراجل في الاخر هاتوا له 1,400,000 من جوه، الراجل يمسك الشنط وهو نازل الساعه 9 بالليل، ولا بنك شغال ولا شيء ولا ورق مستندي مالي. ما فيش الارصده مقفول عليها يا ابو حميد. ما فيش يا فندم، مفيش حاجه اسمها ارصده مقفول عليها يا فندم. ما فيش حاجه اسمها يا فندم اعمل غلط بغلط؟ لا طبعا. يعني حضرتك انا دلوقتي رخصتي من ايه؟ امشي بالعربيه؟ لا طبعا. ايه يا كابتن مصطفى؟ ده اللي موجود ده كارثه. ثاني حاجه، انا سمعت ان موضوع عباس حجز، انت النهارده دخل ملايين نادي الزمالك في حجز موضوع عباس قد ايه؟ دي كارثه الكوارث. انا بقول دي اقرا حقيقه التفاصيل. ده مطالب نادي الزمالك النهارده والمسؤولين الرقابه الاداريه والاموال العامه والجهاز المركزي للمحاسبات ومديريه الشباب والرياضه ووزاره الشباب والرياضه تقرا هذا الكلام وترد فيه. انا مش بدور على ايقاف حاجه شخصيه دي. انا النهارده ده اللي انا ولا الايقاف بصيت له، انا بصيت لي الكارثه دي النهارده في نادي الزمالك. عناوين في روزا يوسف بهذا الوضع. النهارده حقيقي انا اتصلت بالجهاز المركزي للمحاسبات ومديريه الشباب اللي هي الملاك، الاخ احمد زكي الملاكي مع مرتضى منصور ومع هاني زاده والناس في نادي الزمالك، الموظف اللي بقاله اللي عمل جمعيه عموميه غير عاديه وفي الاخر مش مظبوطه وتحول للنيابه فيها. اسالهم ايه الورق ده؟ يقول لك لا يوجد مستند عندنا. اسال مكتب هشام بدوي، المستشار هشام بدوي في الجهاز المركزي، هل عند حضرتك ورقه من الكلام الموجود ده؟ قال لي ممنوع عندنا في نادي الزمالك تصور ورقه. ايه ده؟ لا ده في جهات رقابيه من حقها ان تخش وتكشف وتشوف الورق وتشوف المستندات. انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه.
كلم حضرتك مديريه الشباب والرياضه في القاهره، في الجيزه، الاستاذ احمد مش عارف ايه، والاستاذ احمد زكي والطاقم اللي بعته من السيد الوزير، بسالهم النهارده انت عندك حضرتك مستند مالي لنادي الزمالك؟ قال لك لا، ممنوع عندنا نصور ورق. ليه؟ عشان الباشا مرتضى منصور منع حد يصور اي ورقه جوه نادي الزمالك. الباشا مرتضى منصور حطت على المبنى الاجتماعي الصورتين بتوعه فوق على المبنى الاجتماعي، تمشي بالليل النادي كله مضلم ما عدا الصورتين بتوعه منورين عند باب قدام نادي الترسانه. الصورتين بتوعه موجودين عند باب حمام السباحه، 5 6 صور. الشاشات اللي ب 4 مليون و5 مليون 24 ساعه مرتضى منصور على الشاشه. هو ده نادي الزمالك. نادي الزمالك منهوب، نادي الزمالك مسروق، نادي الزمالك مش لابنائه، نادي الزمالك 4 و5 من مجلس الاداره، نادي الزمالك رموزه كلهم اشتموا. انا ما بدورش على الايقاف انا اقدر كفيل اجيب حقي. زي ما انا النهارده في قواضي بيني وبين المستشار مرتضى بتعدي عليا انا شخصيا، انا وديتها لمكتب النائب العام اللي بيحتمي بالحصانه ولغايه دلوقتي خايف يروح. لو انت النهارده واثق في كلام تقول على احمد سليمان، اتفضل روح بكره، انا جاي مكتب النائب العام اقدم طلب سؤال في نفسي في اللي بقوله على احمد سليمان. لكن انت انا مش عارف الزهره، مش عارف، مش الفضائيات، انت تمثل رئيس نادي الزمالك. اهدى كده وروح بقى كده، عايز اشوفك كده محامي كبير تروح تقول يا جماعه انا شايف احمد سليمان 1 2 3 4 قلت عليا 1 2 3 4. لا النهارده روح رد بقى على روزر يوسف. روزر يوسف قايله كارثه ماليه لمصر كلها، مش لمرتضى منصور، لمصر كلها. دي قضيه غسيل اموال لو الكلام ده موجود في نادي الزمالك. هي غسيل اموال بس، ولا اختلاسات، ولا عمولات، ولا اهدار مال عام، ولا ايه يا فندم؟ روزر يوسف دي جريده محترمه، طبعا جريده وطنيه طبعا. اما تكتب المانشيتات دي في اول صفحه، لا انت هتقدم استقالتك كرئيس نادي الزمالك اللي انت مش قادر تديره دلوقتي، وكل يوم في مشكله، والمدرب الاخراني بهذا الوضع اللي هيجي جبت 57 لعيب زعلان من احمد سليمان. هات لي نادي في العالم جاب 57 لعيب. عقد ما يكتب موجود عندك، طلعه للناس، وري للناس عقد ما يكتب كام. عقد ما يكتب يوم ما جه كان ب 10 مليون جنيه، بال 10 جنيه الدولار. العموله قرر مجلس اداره صرف للوكيل 300,000 دولار للوكيل اللاعب، ف 10 يعني 3 مليون جنيه، اكبر عموله في تاريخ نادي الزمالك. 300,000 دولار يا احمد؟ 300,000 دولار، وقرار مجلس اداره موجود. ورئيس النادي يقول لك انا استخسرتهم فيه فبلغت عليه في المطار. ايه ده؟ ايه الاستهزاء بالناس وبالجماهير ده؟ ايه ده؟ ده ما مش عارف تتكلم ايه في البقك واسكت. شكرا يا كابتن مصطفى. شكرا يا كابتن احمد. طبعا كابتن احمد سليمان هيروح للنائب العام زي ما المستشار مرتضى راح للنائب العام، لكن كان نفسنا المواضيع تتلم وفارس لفارس زي ما بنقول. يعني انا مع محمود طاهر، وبقول انا مع محمود طاهر لكن لما عرفت وانا عضو جمعيه عموميه ان بيقولوا ان اللي بيظبطوها عشان الخطيب ما يخش، لا الخطيب يخش. ليه ما يخشش؟ ازاي يعني؟ ازاي ما يخشش الخطيب؟ امال مين اللي يخش؟ لما واحد من يعني اقول ايه، اعظم لعيب جابته البشريه بالنسبه لي انا شخصيا، اختلف اتفق معاه ده موضوع، لكن ده ابن من ابناء النادي اللي عملوا تيجي تحط لي قوانين وورقتين عشان ما يخشش؟ وانا زي ما قلت انا 90% مش هروح الانتخابات، وزي ما قلت برضو قبل كده مش هروح عشان ما يبقاش هو قدامي وما اديلوش. ما ينفعش تحت اي ظروف. نختلف نتفق، لكن دي احاسيس ومشاعر وعشرة عمر، فما ينفعش انا رموز نادي الزمالك اقول لهم لا ما تخشوش. وبكرر تاني، ده حسن حمدي كان علق لي المشنقه على باب النادي، وكانوا بيقولوا له الهبيشه اللي جوه والمرتزقه اللي جوه ايقاف مصطفى يونس، سحب مش عارف الثقه مش عارف ايه، شطب مصطفى يونس. يقولوا لا ده كابتن النادي الاهلي وابنه وهو حر يقول اراءه. حاول قبل كده 100 مره في التلفزيونات الحبايب يعني ايه رايك؟ لا انا مش هتكلم على مصطفى. كان بيحرجني، كنت ببقى في نص هدومي وهو بيقول كده. لكن انا مفيش حاجه شخصيه مع حسن شخصيه، لكن انا بتكلم على الكيان، بتكلم على الناس اللي بتشتغل، بتكلم على ما يحدث، وممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط. زي ما بقول للكابتن احمد سليمان المستشار مرتضى،
الكلام اللي مكتوب يا سعاده المستشار فيروز اليوسف ده لازم ترد عليه، ده في منتهى الخطوره، لازم ترد عليه، ما ينفعش. وانا قلت قبل كده وبكرر تاني للساده المسؤولين في الدوله، عن مستندات وعن لازم يتحط في كل مركز شباب ونادي واتحاد واحد رقابة إدارية، ودول رجالة ما شاء الله عليهم الله أكبر، وواحد أموال عامة نفس القصة. عايز أقول لكم الناس دي بتتنقى